انتهاء التصويت في انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك ولحظات ويتم الإعلان عن النتيجة. الملاحظ كم الدعاية الانتخابية الملقاة على الأرض، وده اللي كنت بتكلم فيه مع حضراتكم وأقول لكم لو الفلوس والآلافات والملايين اللي اتصرفت على الدعاية الانتخابية زي ما حضراتكم شايفين، بحر من الورق، بحر من الورق يا جماعة. لو كانت الفلوس دي كلها اتصرفت على نادي الزمالك كان ايه اللي ممكن يحصل؟ كانت هتفرق ولا ما كانتش هتفرق؟ زي ما انتوا شايفين ملايين 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 على الارض. اكتبوا لي رأيكم في التعليقات وتوقعاتكم للفائز بالانتخابات.